الفتحة أعلى بوابة دخول المتحف المصري الكبير ليست فراغاً عشوائياً، بل هي جزء أصيل من تصميم هندسي وفلكي دقيق للغاية يجسد عبقرية الماضي والحاضر. يكمن السر وراء هذا التصميم المتقن في أنه مصمم لتجسيد ومحاكاة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، التمثال المهيب الذي يستقبل الزوار في البهو العظيم للمتحف. محاكاة ظاهرة أبو سمبل. يهدف هذا البناء الحديث إلى محاكاة الظاهرة الفلكية العظيمة التي كانت تحدث في معبد أبو سمبل، حيث كانت تتعامد أشعة الشمس على وجه الملك داخل قدس الأقداس مرتين في العام، تزامناً مع يوم ميلاده ويوم تتويجه. وبهذا تعد الفتحة رسالة تذكارية خالدة تربط بين عبقرية المصريين القدماء في تصميم المعابد وبين العمارة الحديثة للمتحف. موعد الظاهرة. بشكل عملي، تتعامد أشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني في المتحف مرتين كل عام في التاريخين المحددين: 22 من فبراير، 22 من أكتوبر. تستمر هذه اللحظة الفلكية حوالي 20 دقيقة تقريباً بعد شروق الشمس، لتؤكد أن المتحف المصري الكبير لا يربط بين الهندسة المعمارية الحديثة والتقاليد الفلكية القديمة فحسب، بل هو رسالة حضارية مستمرة تربط الحاضر بالماضي العريق في قلب القاهرة.